ايه رايكم بقى في الذمه؟ يعني طبق بيتكلم عن نفسه بقى، طعم، وعلى فكره طعم وشكل، وممكن بقى اللي يفيد منك تاني في علبه كده تاني يوم يتاكل، تاني يوم ما بيجراش له اي حاجه، وبألف هنا. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا الايام دي ايام الملوخيه الجميله الصيفي الحلوه دي. انا هقول لكم على افكار منها كده. احنا الملوخيه بنجيبها نقطعها بالسكينه من تحت كده، ما بن... عشان الحته اللي فيها الطينه دي. بنيجي تاني نروح غسلينها في الميه، في ميه كتير ومعوم فيها، وننزل ونطلع، نعوم وننزل ونطلع. قولوا لي ليه بقى بنعمل كده؟ عشان عود الملوخيه دي ما يتهريش وبيدبل ويسود كده. ما بيتعمل بالمنظر ده بيبقى فعلا حلو قوي. بنيجي عند الملوخيه نقطفها يا جماعه، بناخد معاها حته كده من الحته الفوقانيه خالص دي، ناخدها معاها كده. قولوا لي ليه؟ علشان بقى دي لما تطبخ الملوخيه تمط وتبقى جميله. احنا هنيجي واحنا بنقطف الملوخيه ننفضها كده، تنزل كل الميه اللي فيها، وتبقى الملوخيه، شوفوا بالصلاه على النبي، اكنها اتنشفت. وتروحي ماسكاها مقطفاها زي ما قلت كده، وهتحطيها تحت مروحه تنشف، تكمل تنشيف. والملوخيه جميعا افضل حاجه لعمايل الملوخيه بجد انها تتعمل بالمخرطه. احنا عايزين نفضل كده على قواعد اهالينا الجميله اللي كانت بتعمل حاجه لها نفس ولها طعم، بجد بجد. تعالوا بقى نقول ايه هنعمل في الملوخيه. ايه الملوخيه ديت؟ انا غسلتها زي ما وريتها لكم امبارح الكلام ده، وحطيتها تحت المروحه كده على حته نضيفه نشفت. شوفوا بقى الورقه بورقتها، ما فيهاش التكسير اللي بيجي مع الملوخيه اللي بتتغسل وهي متخرطه. والمخرطه يا جماعه تبقى مخرطه حاميه وحلوه كده، وتتخرط بسرعه، يعني ما تتخرطش بالراحه عشان ما تفطسيش الملوخيه. كانت ام حبيبتي الله يرحمها بتقول خرطي الملوخيه بسرعه عشان ما تفطسهاش. وهنخرط الملوخيه على الطريقه ديت، وهنقول لكم. تعالوا شوفوا بقى، خرطنا الملوخيه ما خدتش 5 دقايق، ونعمناها كده بالمخرطه. بالصلاه على النبي، شوفوا كده السمك بتاعها حلو. هقول لكم بقى يبقى حتى 2 في 1 كده. احنا عاملين مثلا شوربه اهو، هناخد بقى الشوربه دي جايه مغليه لسه اهي. هقوم واخده مثلا كده، حاطه شويه على الشوربه اهي. انا والله بعمل حاجات يا جماعه ما يرضي الله، ان هي ما تعد فيديوهات وخلاص. يعني ممكن اعمل لكم فيديو تخزين، ده فيديو بحاله لوحده اهي، بالسمك كده كده. وتقومي عيناها في كيس وخلاص، تيجي تحت تفردها كده، ما تخليهاش تبططها في الكيس كده، عشان لما تيجي بقى تطلعها تفك بسرعه. وبالطريقه ديت هتعملي ملوخيه، ملوخيه ما تحطهاش على صينيه المونيا. الصينيه دي انا جايباها من 10 سنين، كانت ب4 جنيه والله البلاستيك دي. فال على حاجه بلاستيك ما تخط، عشان الالومنيا بتطلع شطات كده في الملوخيه، بيقولوا بتبقى مش حلوه، يعني ما هي صحيه. ايه رايكم بقى لو عملنا مع الملوخيه شويه بتنجان بطريقتي انا بقى؟ شوفوا احنا حطينا في الطاسه يعني نقطه زيت، هنحط فيها البتنجان غسلناه يا حبايبي، نقطه الزيت اللي حطيناها في الطاسه زي ما هي، ما نقصش خالص. والبتنجان هيدينا طعم حلو، واستوى اهو. شوفوا استوى بقى جميل. خلطه بقى جميله كده للملوخيه، لان احنا هنعملها على طريقه زمان، مش عاملينها على طريقه الايام دي. احنا معانا قرن فلفل حامي جميل كده، ده حلاوه الملوخيه يا جماعه. معانا شويه توم يجي 4 5 فصوص كده، ومعانا شويه كزبره، نحط شويه كزبره ناشفه، وهنحط قطايه معاهم. دي بقى دقه الملوخيه. هنعمل دقه للبتنجان، دي ليمون، فلفل بتاع ده توم. هنحط بقى قرنين فلفل للبتنجان. هو الفلفل ده ممكن يبقى بارد يا جماعه، في بارد يعني، ما مش اصل بلدي. هنحط الفلفل، وهنحط برضو القوطه، يبقى فلفل وقوطه وتوم كده. وهنحط بقى ايه التوابل، كمون، شويه كمون كتير كده، شويه كزبره. كده بقى احنا ايه طلعنا الفلفل، وهنحط مكانه. شوفوا نقطه الزيت يا جماعه اكنك ما لمستهاش، زي ما هي ايه. هنحط بقى الدقه بتاعت الفلفل كده. معلش والله انا بصور لنفسي، عشان كده مش مظبطه ايدي في حاجتي.
يعني لو تقدروا اللي انا بتعب فيه كنتوا تساعدوني في اللايك كتير قوي. هحط بقى شويه ايه، خل، شويه خل التوت كده، شويه خل التوت. منظر الدقه بتاعتنا عامله ازاي، حاجه. ده عصره الليمون بقى، الخل والليمون والثوم والملح، وعملنا بقى يعني شويه حشوه مية مية كده. هنحشي. وده بقى الباذنجان والفلفل الاناناس وقطايه هنحشيها كده. القطايه ديت هنحط فيها حشوه كده، او تحشيها طرنشات بالطول. المهم ايه، ممكن القطه بقى تقطعها وتحشيها هي كمان من الحشوه دي، بتبقى جميله جدا. وده بقى البتنجان، شوفوا بقى مستوي جميل جدا. بنمسكه نهرسه كده جوه، نهرسه كده، ونروح بقى حاطين الحشوه دي تتخلل جوه كده كده اهو. بدوس على البتنجانه ادخل فيها كل حاجه واروح قافلاها كده اهي. هعمل واحده كمان اهي، شفتوا؟ بهرس البتنجانه، شوفوا مستوى جميل اهو. بهرسها كده اهو واروح مدخله الحشوه فيها كلها بس بالمعلقه كده وانا بعمل وكده. هكمل البتنجان بقى وده هنمسكه بقى في طبق ونروح حاطين عليه شويه كده اهوت ومقلبينه في بعضه كده. بس كده الشوربه بتغلي. هي شوربه عاديه، اي شوربه عندك، بتاع فراخ بتاع لحمه. شوربه الارانب يا جماعه بنعمل بها الملوخيه، لان الملوخيه ما بتحبش الدسم. الحاجات اللي بتحط في السمنه الكتير دي اكيد مش مستحبه في الملوخيه. شوفوا بقى، احنا هنحط الخلطه اللي انا طحناها دي كلها، ثم الكزبره والقوطه والفلفل في الايه، في الشوربه بتاع الملوخيه. هنسيبها تغلي دقيقه. غليت اهي، شوفوا بتغلي كويس ازاي كلها ببعضيها. هنحط بقى ايه في الوقت ده الملوخيه. احط الملوخيه بقى عشان مش عارفه اصور لكم وانا بحط الملوخيه. انا حطيت الملوخيه، عايزه ايه امشي معاكم من اول ما حطيتها، لسه ما غليتش اهي. ولا حطيت لها بقى ايه، الصلاه على النبي كده. الملوخيه ايه، لا عايزه شوربه ولا عايزه حاجه ايه. يعني الجماعه اللي مش عارف شوربه الملوخيه يحطها قد ايه، يبقى يحط الشوربه قليله شويه، وبعدين لو عايزه تزود شوربه مغليه مش هيجرى لها حاجه يعني. لا احنا هنغليها غلوه كويسه كده، تغلي غلوتين ثلاثه ببعضها كده ونقوم طفيه. وهتاكلي احلى شويه ملوخيه فلاحي من بتاعه زمان الجميله. شايفين بقى بتغلي عامله ازاي، هي بتاع الزمن الجميل دي. ملوخيه زي ما انتم سايبينها معايا. شوفوا بقى السمك بتاعها، الصلاه على النبي. طريقه تيتا، والبتنجان بطريقه تيتا، والفيديو فيه تكات يا حبايبي اللي عايز يستفيد، للبنات الحلوين الصغيرين.